وبما أن رمضان دخل فيلا نشاركو في تحدي 30 يوم فين غنبدلو كاع العادات الخايبة بوحدة زوينة في 30 يوم ديال شهر رمضان، سواء روحيا جسديا ونفسيا. فنوض دابا خود ستيكي نوت ستيلو، وجد واحد الورقه فين غتكتب هادشي اللي غنقول، ووجد لك واحد الحيط ديال بيتك فين غتلصقهم، ودخل لجروب التليجرام باش كل نهار نشوفو البروغريس ديالنا. الرابط في البيو في التعاليق. اول عاده انضبط في الصلاه ديالك، اكتب السحور، صلي الفجر وقرا لك الورد ديالك من القران، وصل وقت الظهر صليه، وقت العصر صلي فوقشو، والمغرب طرب التمر والماء وصلي فوقشو، وصلي المغرب والتراويح في الجامع. بحال هكا ما غاديش تبقى الصلاه ثقيله عليك. العادة الثانية هي ختم القرآن، سواء تختمو 2 مرات في كل 15 يوم ولا تختمو مرة واحدة في الشهر، والخطة ديال الختم لحسها في الجروب ديال التليجرام. ثالث عادة هي نظم الوقت ديال النعاس ديالك، تالي التراويح كل عشاء ولا شي حاجة خفيفة ونعس مع 11، وفيق السحور ساعة قبل باش تسحر وتصلي قيام الليل قبل ما يأذن الفجر. وإلا كنتي غتقرا مع 8 ولا خدام، نعس لك واحد الساعة وفيق، ولا من الأحسن بقى فايق وقت السحور حتى الصباح. رابع عادة، حبس الافلام والمسلسلات في هذا الشهر وبدلهم بالمسلسلات الدينيه وقصص الانبياء. كل نهار قرا على قصه ديال النبي وقرا احاديث، وحاول دير واحد الدفتر صغير كتب فيه مثلا التواريخ ولا اي حاجه فهمتيها باش هكا تعقل عليها دغيا. خامس عاده، تشرب 3 لتر ديال الماء وقسمها ما بين السحور والفطور والعشاء، المهم ماشي يوصل رمضان وتقلل من الماء. سادس عاده، تعلم لغه في هذا الشهر، الفرنسيه ولا الاسبانيه ولا اي لغه، مثلا الانجليزيه دير ليها خطه، غير ساعه في النهار راه كافيه. ولا كنتي ما عارفش كيفاش تبداها، راه ديجا لحت فيديو عليها، راه خليته لك في البيو. سابع عاده، كل ماكله صحيه والفيتامينات. الا كنتي بغيتي تزيدي في الوزن، كلي لك مزيان وديها في الماكله ديالك، اما الا كنتي بغيتي تنقصي الوزن قدي شي دايت ومضابطي عليه. ثامن عاده، ما تسمعش الاغاني وبدلهم بودكاست دينيه، بحال بودكاست ديال اذاعه 8 ولا اي بودكاست اللي باش غتسالي غتستافد منه في الاخر. وإلا كنتو ديجا تفرجتوا في بودكاست اللي عجبوكم خليوهم ليا في التعاليق. تاسع عاده، حاول تصلي قيام الليل ولا التهجد كل ليله، وطلب من الله كاع داكشي اللي كتمنى تحققه. واللي باقي ما عرفش الفرق بين قيام الليل والتهجد، قيام الليل كيبدا من العشاء حتى الفجر، اما التهجد هو اللي كيكون بعد ما نعستي، اي انك نعستي وفقتي قبل الفجر وصليتي، هذا كيتسمى تهجد. 10 عاده، نقص من التليفون. الوقت اللي كتشد فيه التليفون قرا فيه الاذكار، قرا تجد الذكر، الحوقله، الاستغفار، ولا قرا سوره البقره، ما غتاخذش منك قل من ساعه، وحاول تفهم وانت كتقرا. كل ما حسيتي بالتقصير كل ما كثر من ذكر الله، خلي التقصير والذكر مع بعض، وخلي لسانك الجاف في نهار رمضان رطب بذكر الله، حيت دقيقه وحده من رمضان عظيمه وبزاف ديال الموتى كيتمناوها. العاده رقم 11 هي تهلاي في راسك في هذا الشهر. شعرك كانت حالته حاولي ترجعيه صحي في هاد 30 يوم، ديري ليه ماسك طبيعيين، وحتى وجهك حاولي ديري سكين كير كل سيمانه وتهلاي في راسك. العاده رقم 12، واخا حنا في رمضان هادشي ما كيعنيش ما غنترينيش الشهر، لا. وبالنسبه للتوقيت ديال السبور، فإلا كنتي باغي تنقص الوزن فمن الافضل تمشى ساعه قبل الفطور، اما الا كنتي باغي تبني العضلات فمن الافضل دير سبور من بعد ساعتين على الفطور باش ما تحس بالدوخه والعيا. وهادشي كامل اللي قلت غنكتبوه في ورقه بيضاء، وغناخدو السكينوت ونلصقوهم في الحيط، وكل نهار درنا فيه كاع هادشي كامل وهاد العادات الزوينه كنحيدو وحده من الحيط. بحال هكا حتى يسالي 30 يوم. هاد الطريقه كتخليك موتيفي، وكل مره كتكون جالس كتنسى شي حاجه كتشوف في الحيط كتفكر انه تابعينك بزاف ديال العادات خاصك ديرهم وكتنوض نيشان ديرهم. اخر عاده، حاولي ديري تو دو ليست لنهارك باش تنظميه، وديري الجورنالين ولا اليوميات. وجبت لك افضل بلانر اللي غينفعك في هذا الشهر وفي هاد 30 يوم باش تنظميها. بلانر اللي فيه 30 صفحه ل 30 يوم، و4 صفحات ل4 سيمانات كيفاش تنظميهم، وفيه خطه ديال ختم القران في 15 يوم مع هديه تسبيح صغيره بالمجان. وهذا الشيء كامل 150 درهم، والتوصيل بالمجان لجميع المدن المغربيه. وإلا كنتو خارج المغرب يمكن لك تحصل على نسخه PDF وطبعها وقت ما بغيتي وفين ما كنتي. للطلب ما عليك غير ترسل ميساج في هاد النمره اللي كاينه لتحت. وإلا انضبطتوا في التحدي فراه غتغيروا الافضل وما غتحسوش بالضياع والتشتت، حيت غتكونوا خدمتوا على راسكم من كاع الجوانب، وما تضيعوش وقتكم وتضيعوا هاد الفرصه ديال التغيير في رمضان. شكرا حيت تفرجتي.